هلا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله اليوم ويانا شرح جديد وحلو اللي هو شلون ترجع الحساب اللي متعطل، حساب الفيس اللي متعطل نهائيا. شنو نوع تعطيله؟ اللي هو قررنا تعطيل حسابك ولا يمكن تراجع عن ذلك او من هيك شيء موضوع. خلي اشوفكم التعطيل اللي هو هذا التعطيل. تم تعطيل حسابك، لا يمكن استخدام فيسبوك لان حسابك او نشاطك لم يتبع معايير اجتماعنا. لقد راجعنا هذا القرار بالفعل وتبين انه لا يمكن الغائه من هيك، يعني نهائيا ما تقدر تراجعه. فويانا اليوم ان شاء الله طريقه مضمونه 100% ترجع هيك حساب. اللي هي شلون؟ اول بدايه قبل لا ابدا خاف يقولون الدليل وما ادري شنو. الدليل موجود بقناتي التليجرام، انه عندي شخص ادمن اسمه علاء جاي يرجع حسابات، يحولها من هذا التعطيل لغير تعطيل، ومن التعطيل الثاني يرجع الحساب يعني. فطريقة مضمونة 100% يعني، والأدلة موجودة بقناة التليجرام. للي يريد ينضم قناة التليجرام هم خليها ويشوف الأدلة موجودة دائما. احنا نشرح هيك موضوع. فنبدأ بالشرح. بداية يكون لازم حسابك اللي متعطل هيك تعطيل حافظ اسمه ومواليده، وعندك بريد الحساب، واذا ما عندك بريد الحساب يكون عندك رابط الحساب. ذني 3 شروط الأساسية لازم توفر بحسابك، غير ذني ما تقدر تراجعه. بريد الحساب او رابط الحساب، واسم الحساب الاساسي الرسمي، يعني الاسم الحساب الاساسي مو بلغه معينه، والمواليد، مواليد الحساب يوم شهر سنه يكون عندك ذني. تمام. تجي وين؟ تروح للمتصفح. هذا متصفح جوجل كروم اللي هو هذا. تجي تفتح المتصفح، تخلي بيه هذا الرابط اللي راح اخليكم اياه بوصف القناه. ثواني. هذا الحساب الرابط يا شباب، هذا اول ما يفتح شو تسوي؟ يقول لك هل انت ممثل مخول للشخص المتوفي؟ تنطي نعم. هل الشخص المتوفي قاصر؟ تنطي لا. هل تملك وثيقة قانونية كوصية او وكالة؟ هاي تنطي لا. تحط هنا هذا المربع الفارغ تخلي عليه الصح، تفتح عندك هاي الواجهة. شباب اول شيء، اول حقل اللي هو هذا اسمك بالكامل. هذا شو تخلي بيه؟ نفترض اسم حسابك محمد علي عباس، نفترض هيك اسمه محمد علي عباس. شو تسوي؟ تخلي هنا الاسم، اسمك مو اسمك، تخلي اسم اخوك او اسم ابوك او اي اسم واحد، يعني كانما هو شلون نقول الممثل المخول الك، يعني مثلا شلون هو اللي راح يتكفل بالموضوع، مثل ما نقول ابوك، اخوك، اختك، المهم يعني مشابه لاسمك. مثلا محمد علي عباس، فتخلي هنا مثلا كاظم علي عباس. نفترض كاظم علي عباس، باعتبار شنو؟ محمد علي عباس وكاظم علي عباس هذا اخوان، يعني اخو. نفترض هيك، يعني انا جاي احكي هيك كانما انت منطبقها على نفسك، يعني تطبقها كانما عندك اخ هو اللي متكفل بالموضوع. نفترض اسم حسابك محمد علي عباس، فتخلي هنا كاظم علي عباس. ركز، كاظم علي عباس. هسه يجيني واحد يقول لي مثلا انا اسم حسابي، نفترض اسم حسابي مثلا شلون نقول، مثلا بنية أميرة بحجابي. هاي الأسماء الوهمية، مثلا شلون هيك فارس الظلام. هاي الأمور اللي بالفيس طاشة كلها هيك، يعني أمور مثل ما نقول تافهة، مو اسم أساسي. هسه يقول بهاي الحالة شلون؟ عادي يعني تقدر تصمم هوية على ضوء الاسم الموجود، لأن شركة الفيس ما راح تقرأ اسمك بالعربي. نفترض هسه اسمها مثلا وردة النرجس. سوي اسم باعتبار اختها او اخوها مثلا علي النرجس، فعبالهم النرجس انه اسم الاب، يعني عادي ترهم هيجي. لان شركة الفيس ما راح تركز بهيج امور، يعني حتى لو الاسماء وهمية تقدر تطبقها. بس افضل انه الحسابات المتعاطلة لو اسمها حقيقي تمام تقدر هيك تسويها. او يجي واحد يقول اسم مشفر، عادي اسمك مشفر تقدر تطبقها يعني بشخص، يعني تطبقها كامور عاديه، مو شرط انه اسمك مشفر يقول ها ما يصير. عادي مثلا اسمك مشفر، اسم اخوك تخليه ثلاثي عادي بدون تشفير. هيك. اتمنى وصلت الحقل الاول شنو فائدته، يعني اسم اخوك او ابوك تخليه بالحقل الاول. الحقل الثاني عنوان البريدي، تخلي بريد جيميل جديد. بريد جيميل جديد يعني تسويه وتضيفه، وهنا ترجع تضيف البريد من جديد هم حتى يتواصلون وياك عن طريق هذا البريد. نفس البريد خليه هنا، تخليه هنا جديد، مو المربوط بحسابك لا. تجي هنا
نسخة من بطاقة هوية تحتوي على صورة شخصية. هنا اختيار الملفات. هنا أول واحد تختار الهوية مالتك، الهوية اللي مطابقة لمعلومات حسابك، الاسم والمواليد. لازم هسه تقول زين أنا ما عندي هوية، أو مثلا اسمي وهمي، تمام، تزور هوية باحتراف، يكون تزوير محترف كلش على ضوء اسم حسابك والمواليد مالته. مثلا اسم حسابك مثل ما قلنا محمد علي عباس، تصمم هوية محمد علي عباس. مواليد الحساب 1/1/2001، تجي تصمم بالهوية إنه مواليدك 1/1/2001. الجنس ذكر تخلي ذكر، جنس أنثى تخلي أنثى، حسب هاي الصمم هوية يكون باحتراف، لأن استرجاع الحساب يعتمد على هاي الهوية. إذا كانت حقيقية خير على خير، إذا كانت مزورة تزوير باحتراف. والحقيقية حاول إن التصوير واضح وشوي خلي إيدك تبين حتى تنقبل ما ترفض. هذا الحقل الأول. الحقل الثاني هذا تخلي بيه اسم اقصد الهويه مال اخوك. هسه احنا مو خلينا بالحقل الاول اسم اخوك هنا اللي هو نفترض اسمه كاظم علي عباس، تخلي هويه هم لازم بيها الاسم كاظم علي عباس، لازم نفس الاسم اللي خليته بالحقل الاول. ليش؟ حتى انه هو يعني يتكفل بالموضوع، كانما هو اخوك اللي متكفل بهاي القضيه، انه الشخص هذا ميت وانا اتكفله. فلازم ما عندك هويه، نفترض انت خليت كاظم علي عباس هنا، تقول يابا انا ما عندي هويه باسم كاظم علي عباس، هم ترجع تزور هويه باحتراف باسم كاظم علي عباس. يعني هسه صار شنو؟ تزويرين. تزوير الاول هويه باسمك وبمعلومات حسابك، تزوير الثاني هويه كانما اخوك او ابوك متكفل بالموضوع، تخلي هنا، خلي الهوية هنا، ونفس اسم الهوية اللي تخليه بالحقل مال اختيار الملفات الثاني تخليه هنا، يعني الاسم نفس ما شرحته. تجي هنا عنوان البريد الالكتروني للشخص المتوفي، هنا تخلي البريد مالتك، البريد مال حسابك المتعطل. هسه هنا تخلي البريد مال حسابك المتعطل نفسه. هسه تقول تمام حسابي ما بي بريد، اوكي اذا ما بي بريد تخلي رابط الحساب مالتك. لازم لو عندك بريد حسابك، لو رابط الحساب تخليه هنا. خلاصنا. هسه تجي هنا آخر شيء اللي هي نسخة عن وثيقة وفاة الشخص المتوفي. هنا تخلي شهادة الوفاة. إذا عندك شهادة وفاة، نفترض لا سمح الله عندك شخص صديق متوفي، تخليها. ما عندك، أغلبيتهم يعني يستخدموها بترجع حساباتهم، أكيد تسترجعها. فتصمم شهادة وفاة مزور هم باحتراف وترفعها هنا. هي قلت لك يعتمد استرجاع الحساب على هاي المواضيع. من بعد ما هنا يعني صار عندك 3 تزويرات، هوية باسمك ومعلومات حسابك، وهوية كأنما أخوك لو أبوك، وإذا عندك حقيقيات بعد أحسن إذا ما يحتاج تزوير. يعني إذا حقيقيات ونفس الأشياء اللي تخليها أنت عادي ترهم. وشهادة وفاة يعني اعتمد عليها. والله شاهد هاي الطريقة موجودة يعني بقناته، وقلت لكم ادمن جاي يرجع حسابات، ادمن بقناتي يرجع، تقدرون تنضموا قناته ويشوفون. يعني طريقة مضمونة، يعتمد على تزويرك مضبوط يرجع الحساب 100%. من بعد ما ذن تمليه تضغط ارسال. هذا كل المليات اللي شرحت لك تضغط هاي هنا ارسال. تضغط ارسال وتنتظر لمده 24 ساعه يجيك رد على البريد. يجيك رد على البريد انه لا يقول لك مثلا لقد قمنا باحياء، نشعر ببالغ الاسى وقد قمنا باحياء ذكرى حسابك. اذا بالانجليزي ترجمه، المهم هيش ترجمته، قمنا باحياء ذكرى الحساب. يعني شنو؟ الطريقة نجحت. لو يجيك رد سلبي يقول لك مثلا لم نقم بإحياء ذكرى الحساب، يعني المستندات اللي رسالتها أنت غير واضحة أو غير مقبولة، يعني هنا هذا رد سلبي. أنت ترجمه وتعرف الرد السلبي من الإيجابي. إذا رد سلبي هاي بسبب تزويرك أو الهوية ما قبلوها، حاول تصورها من جديد، أو تزوير بعد أكثر احتراف، أو تصوير أكثر دقة ووضوح، إلى أن إذا أجاك الرد السلبي ترفع من جديد قلت لك، وتطبق ذني إن نسوي تصوير واضح أو تزوير باحتراف كلش، وترجع ترسل. أكو أشخاص يعانون من شنو؟ يعانون مثلا هسه أنت دست إرسال ورا ساعتين هم رجع فتح هذا الرابط وداس إرسال، ورا ساعتين غلط. هيك بهالحالة ما راح يجيك رد من الشركة، راح شلون نقول القضية مالتك تتعلق عند الشركة وما راح يردون عليك. غلط. ترفع مرة واحدة وتنتظر 24 ساعة إلى أن يجيك الرد، أو مثلا يوم ونص، مو شرط 24 ساعة، إلى أن يجيك الرد. لازم يجيك الرد هيك. أما اللي ما يجي الرد هذا يعني هواي جاي يحاول ويا الحساب، هواي جاي يفتح الرابط، فغلط. هيك ما راح يجيك رد نهائيا. هاي المشكلة الأولى. أو المشكلة الثانية قلت لكم إنه إذا أجا رد سلبي ارفع إيش قد ما تقدر. إذا أجاك رد سلبي تقدر مثلا أنت رفعت هسه ورا ساعتين اجاك الرد السلبي، هنا انت متاح لك انه ترفع من جديد عادي، لان اجاك الرد السلبي ترفع من جديد. وقلت لك بهويات اكثر وضوح، اكثر دقه، واكثر تزوير، يعني اذا كان مزورات هاي. او يجي شخص مثلا يقول اني
رفعت مثلا واكثر من مره وقامت الشركه ما ترد علي نهائيا، بهاي الحاله شو اسوي؟ تمام، الحل شنو؟ لو تمسح بيانات المتصفح مال جوجل كروم وترفع من جديد، واذا هم تنتظر وما اجاك رد تفتح بغير متصفح، مو شرط متصفح جوجل كروم، اي متصفح غيره وترفع وتنتظر هم. اذا ما اجاك رد ورا يوم، جرب بغير جهاز ابوك، اختك، امك، اي واحد، جرب بالجهاز مالته الى ان يجيك الرد ان شاء الله، لازم يجيك. يعني قلت لك اذا عانيت من هاي المشكله وتنطي ارسال. هسه تقول قلت لكم انه الرد الايجابي شلون يجي. هسه تقول شنو هو هذا الرد؟ شنو معناه؟ هسه تمام اجانا هذا الرد، هذا الرد معناه شنو؟ ثواني. اي شباب نرجع. هسه نفترض اجاك الرد الايجابي مال هاي لقد نشعر ببالغ الاسى وقد قمنا باحياء ذكرى الحساب. قلت لكم يجي الرد على البريد، يجي عن رد ايجابي. هسه تقول هاي شنو معناها؟ شو استفاديت اني؟ انت استفاديت انه حسابك حولت التعطيل من تعطيل نهائي الى تعطيل المتوفي. هسه اكو مثلا ما يعرفون شنو تعطيل المتوفي. تعطيل المتوفي انه الحساب اذا اجاك الرد الايجابي، الحساب من تروح له للفيس تلقاه موجود. بس شلون تلقاه موجود؟ بهيجي طريقه. ثواني. يعني من تروح لحسابك تلقاه هيجي، يعني ما تلقاه طاير، لا تلقاه مثل هاي مكتوب في قلوبنا هنا يم اسمك. واذا يعني تروح له تلقى هنا نتمنى ان يتحلل الاشخاص الذين يحبون اسم الحساب بالصبر ويجدون راحتهم. يعني هيجي الحساب انه صار الرد واجاك انه الرد ايجابي، وصار الحساب بدل ما متعطل ومحذوف صار التعطيل متوفي هيجي. ولمن تفتحه انت مو عندك، اكيد انت عندك بريد ورمز الحساب. من تفتحه يعني تخلي البريد كلمة السر وتنطي فتح الحساب أو فتح، راح يطلع لك كليشة مكتوب بها حسابك في حالة إحياء ذكرى أو حالة إحياء ذكرى خاصة. يعني إنه حسابك تمام حاليا، يعني شلون متعطل متوفي. هسه تقول انا شو استفاديت؟ تمام، بقى انه لا اقدر افتحه ولا اقدر استرجعه. لا، انت ما طول حولته متوفي. ان شاء الله الفيديو الثاني، هذا جزء اول انه حولته متوفي، الفيديو الثاني ان شاء الله شلون ترجع حسابك من المتوفي، يعني استرجاع عن طريق المتوفي. هسه حاليا انت حولت متوفي، وشرح الوراء شلون ترجع من المتوفي، ترجع يعني الحساب تفتحه طبيعي. فهسه هاي الطريقه ان شاء الله، وطريقه مضمونه 100% شلون تحول حسابك من المتوفي. والفيديو الثاني ان شاء الله شلون ترجع من المتوفي ويرجع. يعني هاي الحسابات المتعطله نهائيا اللي مأيس منها الشخص، الله شاهد، وقلت لكم طريقه موجوده وقناتي ويا الدليل. هاي الطريقه واتمنى تركزون عليها. وهاي كل الشرح ان شاء الله، وفي امان الله.